يا جماعه انا جاي من القاهره مخصوص اسكندريه عشان اجرب الاكل اليمني، اكل يمني على اصوله. النهارده في دوران بورسعيد في كامب شيزار، في الشارع اللي قدامنا ده يا جدعان المفروض فيه مطعم يمني صرف اسمه الشوايه، وكتير قوي من اسكندريه مش عارفينه، او غالبا اللي عارفينه بس اليمنيين اللي في اسكندريه. تعالى بقى اوريكم الاكل اليمني عباره عن ايه وندوقه مع بعض، يلا بينا. يعني وصلنا دلوقتي المطعم اليمني اسمه الشوايه في اسكندريه، هقول لكم العنوان في الاخر. بصوا بقى المنيو يا جدعان، حاجات اول مره اشوفها. الشوايه دي عارفينها، فرخه على الطريقه الحراريه اليمنيه. المضبي اسمها بتنطق كده تقريبا، مضبي صح. دجاج مشوي في حجر تهامي حراري. انا مش فاهم يعني ايه حجر تهامي. الحنيز طبعا عارفينه ساعه الفيلم بتاع اكس لارج. دجاج متبل داخل القصدير، القصدير ده ورق الفويل، يتم تسويته ببطء وعلى نار هاديه في التنور الحراري. ما اعرفش ايه التنور الحراري ده، لو حد عارف يقول لي. المضغوط عارفينه، الفراخ بتعمل في حاله الضغط اهي، وبتتعمل بدون اضافه اي سوائل. هو شرح لك كل حاجه. عنده حاجه اسمها القلابات، وعنده لحم الحنيز. هو المنيو مش كبيره، انا هجيب من كل فيلم اغنيه. بص يا جماعه منيو فطار، فاصوليا ناشف، فاصوليا بالبيض، لحسه. ايه لحسه دي؟ انا عندي سؤال، انا هخش اطلب اوردر وعايز واحد لحسه. قدامنا دلوقتي خيرات اكل اليمن من جوه اسكندريه. تعالوا اقول لكم كل حاجه عباره عن ايه. اللي قدامنا دي يا جماعه دي الشوايه، يعني فراخ شوايه، احنا عارفين فراخ الشوايه، بس دي بقى بالطريقه يمنيه غير الطريقه المصريه خالص. دي بقى يا جماعه اسمها المضبي، بتتحط الفراخ دي فوق حجر تستوي عليه. ده المضغوط، ده بيستوي جوه حله الضغط. انا دقته قبل كده على فكره. وده اللي هو الحنيز اللي هو ملفوف بالقصدير او اللي هو الورق الفويل ده. يعني عايز الاول حاجه ادوق الرز. الرز كله طعمه حلو، تتبيله حلوه، بس يابو ان هو ساقع مش سخن. خد بالك الطبق ده لسه نازل حالا، ما سقعش مننا يعني. ناخد حته كده من فراخ الشوايه الاول، ندوقها لوحدها. انا عارفني يا جدعان، عارف انا ازاي بموت في الفراخ الشوايه دي. الفراخ ناعمه قوي، واخدها كده برز. اولا هي نضيفه جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الزفاره، باين ان هي واخده وقتها في التسويه، بس تتبيلتها خفيفه. تعالى نجرب الرز ده. الرز ده عليه توابل كده يا جماعه غريبه. تعالى بقى ايه نشوف الطبق ده. هم نزلهولي بقول لهم عباره عن ايه، قال لك انت استكشف لوحدك مش هنقول لك. فده انا شايف ان هو بطاطس احنا حاطينها على الرز ده، رز بالبطاطس كده حلو قوي. وفي كوسه كمان اهي. ناخد كوسه وناخد بقى ايه الدمعه بتاعتها دي، ونقلب يا باشا كله على بعضه كده. بص يا عندي دي اسمها الحساوي، بمعنى اخر ساعات بيسموها الدقوس. دي صلصه كده حطها برده على الرز كده. انا عايز ادوق المضغوط بقى ده. تعالى اعمل المضغوط ده كده هنا. روح انت كده يا قمر. ناخد كده الرز بتاع المضغوط ده. هو طعم جديد تماما عليا بس حلو قوي. تعالى ندوق الفراخ. تحس بقى ان الصدر بتاع المضغوط ده ماسك نفسه شويه. ناخد حته من الصدر نحطها على الرز القمر ده. انا مستمتع قوي. الورك بقى مدفون تحت الرز هنا، الورك بيكون قطره. المضبي، ودي فراخ بتستوي على حجر، بتحط حجر وفوق الفراخ فوق الحجر، تحس ان الفرخه حد اداها بمرزبه بطتها. بس هي شبه الفراخ المشويه شويه عندنا. سلسله اكل حول العالم ده لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات. هنضيف تقيله كده، فراخ مشويه بتتبيله ثانيه. حنيز دي يا جماعه جواها الحنيز. ربنا يستر بقى كده. اوبا الدنيا عامله ازاي هنا. طعم الكمون كتير، تحس شبه الموزه شويه بس اللحمه بتاعتها وردي. ده بقى يا جماعه الحنيز الاصلي. عايز حد بيحب اللحمه الدسمه. بص يا جدعان انا مش عارف دي بص كده. هي عامله كده. دي مش ذوق انا، بس هي ايه، هي رايحه في الكنافه دايبه جدا. انا مش فاهم ده ايه ده بقى، فانا هعمل كده وهاكل. دي مسقعه لي فيديو ولا ايه؟ دي فيها بطاطس. ايه دي يا جدعان؟ ده جزر وبطاطس، بس طعمها جامد قوي. ناخد منها كده وناخدها بقى كده. يلا بسم الله. دي تحفه. توروا له صورتها، انا ما اعرفش اسمها ايه، هو نزلوها لي كده بس تحفه بجد. اسمها بقى جامده قوي. انا عايز اعرف اسمها عشان اجي بعد كده على طول اقول لهم نزلوا لي البتاعه دي. انت بتعمل ايه؟ باخد حته كوكو حطها عليها كده واضرب. بسم الله. ندخل بقى على الحلو اليمني، واللي قدامكم ده يا جدعان العريكه والمعصوب. بصوا انا حاولت افهم عباره عن ايه، اقول لكم. يعني مثلا العريكه دي عباره عن عجوه، جبنه، قشطه، عسل، وحاجه اسمها خبز طاوه. نفس الكلام في المعصوب، بس المعصوب بالموز من غير العجوه وما فيهوش جبنه. دي حاجه اسمها فتة عجوه، هم عاملين لي هديه، ربنا يعني شكرا على الحاجه الحلوه دي. وده اسمه شاي عدني، عباره عن شاي بلبن وعليه حبهان وقرنفل واعشاب وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيه مكسرات وحبه البركه وقشطه وعيش وموز. بص المعلقه دي، ده يا جماعه معصوب. انا خايف. ده حلو قوي، ده جامد ده يا جدعان، وسكرها خفيف. كنت اسمع دايما معصوب برضه. انا بتحب الموز، جرب المعصوب ده جامد. ندوق بقى العريكه. نضرب كده ونطلع كده، هتلاقي طبعا غامق عشان العجوه. يلا نقول بسم الله. الموضوع محتاج معلقتين كمان. دي جامده قوي والله. انا حاسه عك بس جامد والله العظيم، جامد اقسم بالله. المطعم ده جامد قوي. دي اسمها فتة عجوه، وانا شكلها مش عاطفي خالص، بس انا اشوف طعمها مالهاش طعم. وبس كده، كان معاكم رعد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.